آه طيب خلينا مع النادي الاهلي وكابتن محمود طاهر بيمنع الجميع من الكلام، يمنع لاعبي الاهلي والاداريين والمدربين، اي حد ما يتكلمش حاليا في النادي الاهلي في التلفزيون ولا في الاعلام. عايز يبقى في نوع من الهدوء. الفتره اللي فاتت في ناس كتير جدا اتكلمت من خلال يعني الاعلام، وهو شايف الباشمهندس محمود طاهر يعني ده بيعمل لغط شويه، بيخلي ناس ممكن تقول كلام وناس تانية تقول كلام مختلف. يعني فضل ان هو كل الناس يتمنع من الكلام، ما يبقاش في حد بيتكلم. ممكن يبقى في احد بقى يعني من خلال المركز الاعلامي، ولكن الكلام من خلال لعيبه او مدربين او اعضاء مجلس اداره هيكون ممتنع تماما عن الكلام في الاعلام الفتره الجايه. كابتن فتحي مبروك بيتمسك بالبقاء، او بيتمسك ببقاء عبد الظاهر. يمكن عبد الظاهر من اللعيبه اللي فرصتها قلت جدا. عندك ايفونا، عندك انطوي، عندك عماد متعب، عمرو جمال، وبالتالي هو الخامس بعديهم. يعني احنا دلوقتي بنشوف متعب اللي راجل بيجيب الاجوان في الشرطه بيلعب في الدقيقه 93 الماتش اللي فات، وبالتالي هيبقى عبد الظاهر فرصته صعبه جدا جدا. ولكن رغم كده كابتن فتحي مبروك بيتمسك باحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق، رافضا رحيله الى امبي، وذلك رغم اصرار اللاعب على الرحيل نظرا لصعوبه مشاركته في الموسم المقبل. ياتي قرار مبروك بالابقاء على عبد الظاهر بسبب اصابه جون انطوي وغيابه عن الملاعب لفتره 6 اسابيع، وشكوى عمرو جمال من وقت لاخر من الاصابه في الركبه، وعدم يعني قدره عماد متعب زي ما يعني ان هو ما يقدرش يلعب 3 4 ماتشات. يعني ده يمكن وجهه نظر الكابتن فتحي. يعني عمرو جمال هو في المنتخب حاليا، ولكن كان بيعاني اصابه او يعني مش تجدد، لكن رجليه بتورم كل شويه، في وجع في ركبته مكان الاصابه القديمه. ولكن في المنتخب هو حاليا، هو يمكن ما لعبش ماتش الشرطه، استبعد ماتش الشرطه واستبعد من ماتش الترجي، ولكن هو حاليا موجود مع منتخب مصر والحمد لله ما اشتكاش من حاجه. كابتن فتحي خايف ان جون انطوني متعور، عمرو جمالي برضه اصابته مش اصابته يعني، لكن كل شويه بتوجعه رجليه فبيقعد، فبالتالي مش هيبقى عنده غير ايفونا وعماد. هو بيقول ان عماد ممكن يعني ما يبقاش يقدر يلعب كل الماتشات بشكل مستمر، فبالتالي محتاج احمد عبد الظاهر.